السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات مسار. أثناء الحرب العالمية الثانية ومع دخول الجيش الألماني لباريس في يونيو 1940، يلاحظ الجنود الألمان أن بعض الجنود الفرنسيين بيحاولوا يغرقوا مركبة آلية شكلها غير معتاد في نهر السين، فعلى طول يحاولوا يستعيدوا المركبة الآلية العجيبة دي، وفعلا ينجحوا في ده عشان يبدأ الألمان في عملية فحص شامل لهيكل المركبة. وهنا يتفاجئ الألمان واللي يعتبروا متقدمين جدا تكنولوجيا في الزمن ده بقدرات المركبة العجيبة دي، وما يضيعوش وقت ويبدأوا في تعديل المركبة بحيث يكون عندها القدرة على حمل 50 كيلو جرام من المتفجرات. وفعلا وفي خلال سنتين بس يظهر أول نموذج بعد التعديل تحت اسم SDKFZ-302، واللي كان عبارة عن مركبة كهربائية يمكن التحكم فيها عن بعد ومدعومة بمحركين، بس مشكلتها إن نطاق حركتها محدود جدا، ممكن يوصل لكيلو متر واحد بس وعلى أراضي مستوية. وطبعا تكلفة التصنيع كانت عالية جدا، وطبعا ده ما يعجبش هتلر، واللي كان معتقد إن لو تم تطوير السلاح ده بالشكل المناسب ممكن يضمن لألمانيا الانتصار في أي مواجهة هيكون فيها مدرعات أو مركبات عسكرية. عشان كده يبدأ الجيش الألماني في تعديل المركبة، وفي خلال كام شهر يتم إصدار نموذج جديد تحت اسم SDKFZ-303، بس المرة دي بيشتغل بمحرك بنزين ثنائي الاسطوانات، واللي هيديه مدى حركة لغاية 11 كيلو متر تقريبا. وطبعا ده يعجب هتلر ويقرر إرساله للمعركة بهدف تدمير دبابات الحلفاء. وبالفعل تبدأ وحدات المهندسين في استخدام النموذج بالإضافة لوحدات بانزر القتالية. ومع بداية سنة 1944 يتم تصنيع النموذج الثالث تحت اسم SDKFZ-303P، واللي يقدر يشيل لغاية 100 كيلو جرام من المتفجرات. الحلفاء سموا المركبة دي بيتل تانك أو الدبابة الخنفساء، بس الألمان كانوا بيسموها جولايس. والجولايس كان بيتم التحكم فيها عن بعد عن طريق جهاز تحكم متصل بيها بكابل بيوصل طوله ل 650 متر تقريبا، واللي بيتكون من 3 أسلاك، سلكين منهم مخصصين للتحكم في الاتجاهات وكمان سرعة الجولايس، بينما السلك الثالث مخصص لتفجير الجولايس أول ما تصطدم بدبابات الحلفاء. الأكيد إن الجولايس في الوقت ده كان اختراع فريد من نوعه، ممكن فعلا يكون فعال ضد الدبابات، لكن كان فيها عيب خطير، وهو إن أي قطع ولو بسيط في الكابل اللي بيربط جهاز التحكم بيها هتصبح بلا فاعلية تماما. وفي نهاية المطاف يتم تصنيع حوالي 7500 جولايس، بس ما نجحتش في إنها تغير مصير الحرب زي ما هتلر كان بيعتقد. بالعكس، تم الاستيلاء على أعداد من الجولايس عن طريق الحلفاء، إلا إن خبرائهم العسكريين وجدوا إنها بلا قيمة عسكرية كبيرة. بس يا ترى كان إيه هيكون الحال لو الجولايس كان بيتم التحكم فيها عن طريق ريموت كنترول وعن بعد بدون أسلاك؟ أعتقد ده كان ممكن يخليها أكثر فعالية.